السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نحضر معكم واحد الطبق مغربي اصيل اللي هو المروزية. بالطريقة ديال الوالدة الله يخليها ليا، كيجي بنين وبواحد السر باش كيخلي اللحم واخا يكون ما كيطيبش يطيب بسرعة. قبل ما ندوز الوصفة، ما ننساش نرحب بالناس جداد ونقول لهم ألف مرحبا، ونشكر الناس القدام على الدعم ديالهم، ونتمنى تزيدوا تدعموني بلي لايك وتشتركوا إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد إن شاء الله. ودابا ندوزوا للوصفة ديالنا. غادي نحتاجوا في العطرية سكينجبير، الخرقوم، ال- العطرية ديال المروزية اللي هي راس الحانوت، شوية ديال القرفة والابزار. كلشي كندير منه معلقه صغيره، الا الابزار اللي كندير منه غير نص معلقه صغيره، يعني اقل من نص معلقه. وكنديروا واحد المعلقه ديال السمن ضروري في الاطباق المغربيه التقليديه، السمن ضروري منه. والزعفران شعره، الا ما عندكمش الزعفران شعره ديروا الزعفران، ضامه الزعفران غير باش يجي فيه ديك البنه. راكم عارفين المروزيه كتعتمد بزاف على هاد البنات هادو. كندير انا درت واحد شويه ديال الزعفران شعره، درت عليه شويه ديال الماء طايب وخليته شويه طلق، ومن بعد ضفتو على هاد الخليط هذا وخلطته مزيان. وبيه غادي نشرمل اللحم ديالي، غنلبسو بهاد العطريه هادي كما غادي تشوفوا معايا، وغادي نخليه يرتاح على الاقل ساعه او ساعتين. وإلا قدرتوا ديروه بالليل وتطيبوه لغد ليه في الصباح، الا كان عندكم الغدا يكون احسن، يعني هو كل ما بقى كيجي احسن. صافي غادي نبدا كما كتشوفوا معايا نلبس طريفه اللحم. انا درت اللحم ديال الغنمي، كيتجي حتى بالبقري، ولكن هي سبحان الله كتجي زوينه بالغنمي كتر. هاد الطرف جاني كبير بزاف، فلهذا غادي نقطعو. المهم تعافرت معاه حيت كان فيه العظم، يعني خصو يتقطع عند الجزار. صافي وغادي نغطي عليها ونخليها جانبا. المروزيه في الاصل راها كتدار بالعنقره وكيتقطعوا طريفات صغار، وكانت شحال هادي كدار بلا بصله وكيديروا فيها الشحمه، لان ما كانوش كيديروها في الثلاجه، كانت كتبقى على برا لان ما كانوش الثلاجات. وهذه كانت طريقه من الطرق اللي كانوا كيخزنوا بها اللحم. دابا غادي ناخذ واحد الكوكوط ولا طنجره، وغادي نديرو فيها واحد البصله اختياريه. كاين اللي ما كيديرش البصله، غير انا صراحه كتعجبني بالبصله اكثر. وغادي نديرو دوك الطريفات ديال اللحم ديالنا، غادي نمرقوا عليها الماء جهد اللي غادي يغطي لينا اللحم. والاضافه اللي قلت لكم هي دوك جوج تميرات اللي كنضيفو، كيخليو اللحم يطيب بسرعه ويجي دايب. كما كتشوفوا معايا انا طفى التليفون في الوقيته اللي فاش كتحلوا على اللحم وتيبان لكم طاب، كتضيفوا واحد زليفه ديال زليفه صغيره ديال الزبيب. طبعا الكميه كتبقى اختياريه، وواحد المعلقه او جوج كبار ديال العسل او السكر اللي عندكم متوفر. صافي وكتخليوها يطيب داك الزبيب، ومن بعد كتخليو المرقه حتى كتقلى. شوفوا المرقه كيفاش كتجي ملبيه، كتجي عاقده، وكيجي اللحم محمر واخد داك اللوين غزال. صافي هانتوما كما كتشوفوا معايا طبق التقديم. انا درت اللحم ومن بعد صبيت عليه ديك المريقه وداك الزبيب. هانتوما شوفوا معايا المرقه كيفاش عاقده. انا صراحه كتعجبني الاضافه ديال البصله، ولكن في الاصل راه ما كانتش البصله، ولكن انا كتعجبني بالبصله اكثر. الوالده ديالي انا كدير فيها البصله وكتعجبني بزاف. وكتزينوا بشويه ديال اللوز محمر من الفوق. وكاين الناس اللي كاضافه الا بغيتو انكم ديروا اللوز يكون مسلوق ومفسخ، وديروه في الاول قبل ما تحمروه، يعني ديروه يطيب مع اللحم في الاول. يعني كي ديروا اللحم ديروا داك اللوز يطيب معاه. اللي بغى. انا صراحه ما عزيزش عليا اللوز بزاف مع الطياب، يعني بركه هذا اللي محمر من الفوق.
صافي هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش كيجي دايب الحمجه طايب مزيان، و المرقه جات عاقده صراحه، جا بنين بزاف. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ما تنساونيش من لي لايك، وما تنساوش تشتركوا الى كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. وما تنساونيش البنات من لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك، راه هما اللي كيخليو الفيديو ينتشر اكثر. كنشوف زعما بعض المرات كتكون المشاهدات ولكن لي لايك ما كيكونوش. نتمنى انكم تفعلوا الزر ديال اللايك وتبارطاجيو ومع الاصدقاء والاحباب باش تشجعوني، لقاش انا مازال في البدايه ديالي، ودابا ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء.